السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف يعني ايه فاينل ويعني ايه كونسبت وايه الفرق ما بينهم. تمام. طب تمام، اول حاجة هنعمل متغير من نوع string. تمام، هنسميه name. تمام، لو جيت دلوقتي وحبيت تطبع فهو المفروض هيكتب لك كريم عادي بدون اي مشاكل. تمام، جه هنا وطبع لك كريم من غير اي مشاكل. طب تمام، حلو قوي. طيب لو جيت هنا تحت نفس المتغير وجيت كتبت اسم المتغير اللي هو النيم، تمام، وحبيت ان انا اديله قيمة تانية اللي هو زي كده مثلا، وجيت تطبع مرة تانية، هتلاقيه هنا كتب لك محمد من غير ما يحصل مشاكل. طب ازاي حصل الكلام ده مع انك انت هنا في الاول مديله قيمة ومحدد له ان هو كريم؟ طيب هنا في دارت لما تيجي بترن الكود هو بيقرأ الكود ازاي؟ بيبدأ من فوق من اول سطر اللي هو مثلا من عند الفانكشن اللي هي المين، تمام، لحد اخر سطر اللي هي اخر حاجة عندك هنا البرنت. تمام، فهنا عنده بعد اول متغير او اول قيمة اتخزنت فيه كريم، رجع وهو نازل لتحت اخد قيمة تانية اللي هي محمد، وهو انت بترن الكود اخر حاجة ثبتت معاه اللي هي محمد مش كريم. تمام. طيب تمام، انا لو انا باخد القيمة دي برضو من المستخدم او من اي مكان تاني وبخزنها في متغير وعايز الحاجة دي تبقى ثابتة ما تتغيرش خالص، تمام، اعمل ايه؟ هاجي قبل string واقول له final. تمام، هتلاحظ هنا قصاد النيم اللي تحت حصل عليها حصل معاك ايرور. تمام، لو جيت تعمل رن للكود الكود مش هيشتغل وفي خطأ هيضرب في وشك كده او ايرور وهتلاقي الدنيا باظت معاك. تمام، يبقى هنا الكود ده مش هيشتغل غير لما تشيل دي. واخد بالك ازاي؟ نفس الطريقة مع الكونست او الكونست. تمام، لو جيت شيلت الفاينل وقلت له هنا كونست زي كده كده هو اشتغل معاك عادي من غير اي مشاكل. طيب لو جيت بنفس الطريقة تقول له النيم واديت له قيمة تانية، هتلاقي حصل خطأ معاك دلوقتي. شايف ازاي؟ طيب حلو قوي. ايه احنا كده عرفنا هما ايه وبيستخدموا في ايه، وان شاء الله هنعرف اكتر في المستقبل. تمام، كل حاجة هشرحها لك في وقتها. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفاينل وانت الكود زي ما قلت لك بيتقرا من فوق لتحت، فهنا مش بتتقرا غير لما يوصل عندها. تمام، اما الكونست بتستهلك معاك هنا، الكونست بتستهلك معاك ميموري، ودي اكيد طبعا ايه بتشغلك في المساحة بالنسبة للابليكيشن. تمام، يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم واشوفكم الفيديو الجاي.